السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا كنت قايل لكم ان انا عايز اعمل فيديو، اشوف اقول لكم اتكلم فيه شويه عن الاهلي. طبعا انا هبدا بماتش الجونه اللي كان مليان عك النهارده، وعك جامد قوي. بدايه بالتشكيل الطبيعي اللي هو اللي انا برضو بستغرب كولر فيه ماتشات كتيره قوي. هو بيلعب 4-3-3 العادي، بواحد ستة واتنين تمانيتين او اتنين عشرتين في الماتشات اللي بيضغط فيها عالي. الفكرة ان النهاردة، كل لما بدأ الماتش، بدأ الماتش بطريقة حلوة جدا 4-3-3 عادي على الورق. بس الماتش كان الشوط الأول كله 5-5، كان في 5 ورا الباكين، هاني وياسر ورامي وخالد عبد الفتاح وكوكا. والخمسة اللي قدام نيدفيد وقفشة ومودست وطاهر وحسين الشحات. وتقريبا نص الملعب كان مستباح لفريق الجونة، اللي هي فرقة من أضعف فرق الدوري المصري اللي كانت ماسكة كورة علينا. وهنرجع ناخد من ماتش سيراميكا اللي حصل، اللي كان بيحصل فيه نفس الكلام بالظبط. طبعا ده بيرجع لتغيير التشكيل كتير. بمعنى انا المفروض ان انا لو يعني اللي انا بشوفه في كل حته في العالم، انا لو انا بلعب ماتش وعايز اريح لعيبه، بريح واحد، بريح اتنين، بريح تلاته، بريح اربعه. طبعا احنا عندنا الدوري المصري ضعيف وبنلعب فرق كتيره ضعيفه، انا سهل اريح كذا كذا لعيب. بس هو الفكره ان انا بقيت كل ماتش بنزل بتشكيل مختلف، ما بقاش في حد معروف مين الاساسي ومين الاحتياطي، بعيدا ان احنا كجمهور عارفين مين الاساسي ومين الاحتياطي. فبقينا كل ماتش بننزل بتشكيل مختلف تماما عن الماتش اللي قبله. في ماتش سيراميكا كان عندنا مشكله، اللي في ناس كتيره قوي وانا معاهم وكل حاجه، بس في حاجه عايز اوضحها. مروان عطية في ماتش سيراميكا غلط بدل الغلطة 2 و3. بس لو احنا جينا ركزنا كده في ماتش سيراميكا، مروان كان بينزل يستلم من عبد المنعم وياسر في الماتش ده. ما كانش في حد بينزل يستلم بقى من مروان. هو المفروض ان احنا في اي هجمه وفي اي حاجه كاهلي بنطلع بالكره تدريجيا، بنطلع واحده واحده. فكان ايه اللي بيحصل في ماتش سيراميكا؟ كان مروان ينزل يستلم، 4 من لعيبة سيراميكا يضغطوا عليه عبال ما ديانج وقفشة يفكروا ينزلوا يستلموا منه. فكانت دي بتحصل مشكلة لمروان نفسه، لأن هو ما كانش بيلاقي حد يبصيله. بعيدا بقى عن مستوى مروان اللي هو بادئ بيه الموسم، بسبب الظروف اللي حصلت السنة اللي فاتت لوفاة والده، اللي هو خارج بره تركيزه. اللي أنا شايف إنه طبيعي خالص في الوقت ده ان احنا كلنا ندعمه، بس المفروض ان هو يقعد دكه ويجاب له دكتور نفساني يقول له يشوفوا مشكلته فيها ايه، يعني مشكله مروان ايه السنه دي. ده اللي بيحصل، ده اللي حصل في ماتش سيراميكا. جه النهارده في ماتش الجونه، مع طبعا مع كواليتي اللعيبه اللي نزل طبعا، لان ماتش سيراميكا كان الاساسيين فيه اكتر. بدايه بقى اللي هو الماتش بقينا بنلعب 5 ورا و5 قدام. ويعني لولا الكواليتي المحترمه بتاع كوكا احنا كان زماننا دخل جونين فينا في الشوط الاول محققين تماما تمام. نرجع بقى للنقط اللي حصلت. انا النهارده نفسي اسال اسئله غريبه، يعني ليه خالد عبد الفتاح بدل كريم الدبيس؟ لو انا عندي معلول اساسي، فانا عندي اكيد كريم الدبيس احتياطي. فانا لو هبدا بواحد زي كريم الدبيس، اللي هو نزل في اخر 10 دقائق في الماتش او اخر 10 دقائق تقريبا في الماتش، قلب الماتش من الناحيه الشمال. فانا خالد عبد الفتاح مع اللي هو مستواه المتواضع، انا شايفه ان هو احسن مكان ليه يلعب سيرد باك، نظرا لان اصلا انا مستوى رامي ربيعه ما بيعجبنيش. يعني النهارده كان رامي ربيعه كان كويس في ماتش الجونه، بس هو اصلا في العادي مستواه ما بيعجبنيش. ياسر كويس الى حد ما، بس ما بيعرفش يطلع بالكره. فانا شايف ان خالد عبد الفتاح لو رجع سيرد باك هيبقى احسن مكان ليه، لان هو مش حلو في كباك يمين وما بيجيش كباك شمال. فانا مش هنزل العب الجونه بخالد عبد الفتاح باك شمال، اللي هو اصلا الجبهه اتقتلت تماما تماما تماما. يعني خالد عبد الفتاح جه قتل الجبهه. زود بقى على كده كريم نيدفيد اللي انا رميته في وسط النار النهارده، اللي اتظلم ظلم بين النهارده. ان انا بدفع واحد بقاله 4 شهور ما لمس الكوره بسبب اصابه، ارجع ابتدي بيه في ماتش ايا كان سهوله الماتش او ايا كان صعوبه الماتش. انا ما ينفعش اديله كده، المفروض كان ياخد تدريجيا زي اكرم وكريم زي ما عملوا. احنا انا في حاجات كتير قوي نفسي اسال كولر، هو انت بتعمل كده ليه؟ يعني مش فاهم هو كولر بيعمل كده ليه. فالنهارده التشكيله كانت تعتبر 5-5. الشوط الاول كنا يعني شبه مش عارفين اي حاجه.
الاهلي فقد اهم نقطه عنده بقاله اكتر من 3 ماتشات، الضغط، الضغط اللي بيضغطه بطريقه معينه وبتكتل وبتكتيك معين، ان انا بضغط ب4 لعيبه وساعات بيبقوا 5 قدام بس بضغط في اماكن صح. النهارده بدانا الماتش كل واحد بيضغط بعشوائيه واللعيبه بتبيع نفسها، تلاقي حسين بيضغط في حته وتلاقي طاهر بيضغط في حته وتلاقي موديست بيجري على الجون كانت في عشوائيه غريبه قدام، مفيش حد عارف يوصل الكرة، قفشه تايه في نص الملعب لان كريم مش مسانده، وبالتالي كوكا بيرجع يساعد ورا مع رامي وياسر. محمد هاني كالعاده مستواه مش يعني لو لعب له 5 6 7 10 ماتشات كويسين فعادي خالص ان انا متوقع منه اني اشوف المستوى اللي شفته بيه النهارده في ضربه الجزاء. ده المفروض انه لعيب دولي، بيعمل بيرفع ايده، مش عارف بيرفع ايده ليه اصلا وهو بينط على كرة عرضيه ملهاش اي 3 لازمه. ففي حاجات غريبه مش مفهومه. خالد عبد الفتاح انا يعني انا اصلا مستواه مش عاجبني، يعني انا مستواه مش عاجبني في مكانه في مركزه الباك اليمين، فهو ان هو يبدا باك شمال وان انا قاعد واحد زي كريم الدبيس بره اللي هو اصلا الاحتياطي بتاع علي معلول. يعني لما علي معلول هيرجع المفروض ان كريم الدبيس ده هيقعد، فانا مش عارف هو بيجرب خالد عبد الفتاح. طب لو انت بتجربه ليه ما تلعبش بكريم الدبيس وتخطف الماتش او تامن ماتشك كويس جدا وقبل ما الماتش يتعقد عليك زي ما حصل النهارده ويضيع عليا نقطتين النهارده من الماتش ما لهمش اي 3 لازمه في فرقه تعتبر من اضعف فرق الدوري. فحاجات كتيره قوي طبعا. ده اللي انا عايز اتكلم فيه. يعني كنت جزئيه بقى انا عايز اتكلم فيها كده مهمه قوي. الناس يعني ليه احنا كده من السنه اللي فاتت، مع ان انا بشوفها ان هي لعنه الموسم الثاني لاي مدرب. يعني ايه لعنه الموسم الثاني لاي مدرب؟ من ساعه ما حسام البدري مشي اي مدرب بيجي يلعب اول موسم مع الاهلي بيبقى عالمي. من المدربين طبعا الكويسين اللي جم زي موسيماني وزي مثلا هنتكلم على كولر وموسيماني، بيجوا السيزون الثاني يقعوا، مع ان انت السيزون الثاني بتعمل تدعيمات. طيب السيزون ده مثلا كولر ايه اللي عمله كولر؟ احنا مشينا حمدي فتحي، بقى عندنا دلوقتي واحد زي امام عاشور كواليتي محترمه جدا، جبنا امام عاشور، رجعنا كريم نيدفيد. فاحنا بقى عندنا عن السيزون اللي فات ايه اللي اختلف؟ نفس الفكره يعتبر. موديست لسه ما فاقش ولسه عند كلامي، موديست مشكلته بدنيه، موديست لعيب كوره كويس جدا هيفرق قدام، بس هو المشكله ان احنا مش هينفع نستنى. هي المشكله ان هو برضو انا بالنسبه لي لا، لو انت بتقول لي موديست ده هيبقى نجم النجوم، طب انا كنت جايبك عشان السوبر الافريقي وكنت جايبك عشان كاس العالم للانديه، انا مش جايبك عشان دوري. لان كهربا هيرجع، انا كهربا بيفرق معايا عادي، كهربا بيأدي في الدوري. رجعنا صلاح محسن اللي عليه 500 ألف علامة استفهام، واحد عقلية ما تنفعش ما تصلحش. صلاح محسن عقلية لا تصلح بربع جنيه للنادي الأهلي. عقلية لعيب واحد الأهلي مش لاقي مهاجم، مش لاقي مهاجم ومش عارف يستغل الفرصة من ماتش سان داونز في كور كتيرة. أنا مشكلتي بس ان شاء الله قدام يعني هبقى اعمل بعد كده انزل صور وانزل فيديوهات لشرح التكتيكس بتاعت اللعيبه وتحركاتهم في الملعب، واحاول اوضحها اكتر من كده، او حتى ابسط الحاجات هحاول يعني اجيب صور بسيطه كده واحطها ورايا بحيث ان انا اوريك تحركاته او اوريكوا تحركات اللي اللعيبه بتعملها اللي انا دايما بركز فيها. يعني بعد ايه زي قصه مروان عطيه اللي بتكلم فيها، ان مروان عطيه في حاجات كتيره قوي 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 احنا بنلومه فيها في الباص، بس احنا ما بناخدش بالنا ان في 2 بيبقوا جنبه محدش بينزل يستلم منه. اللي فرق بقى عن السيزون اللي فات وان حمدي فتحي ازاي اثر وازاي امام عاشور ما سدش مكان حمدي فتحي بالطريقه اللي احنا مستنيينها. اولا حمدي فتحي لما كان بيلعب، حمدي فتحي قوي جدا بدنيا ربنا يحفظه يعني، وحمدي فتحي كان قوي جدا بدنيا. فلما كنا بنلعب وبنضغط على الفريق اللي قدامنا اللي هو السيزون اللي فات كله كنا بنضغط على ايا كانت الفرقه، لدرجه ان احنا لما كنا بنلعب ريال مدريد كنا ضاغطين على ريال مدريد وعاملين 8 فرص محققه في ماتش ريال مدريد. فلامينجو نفس الكلام، لما جينا ضغطنا خسرنا من ريال مدريد وخسرنا من فلامينجو وخسرنا من سان داونز. فحمدي فتحي كان بيديني قوه بدنيه ان هو بيدافع وبيهاجم. طيب ايه الفرق بين امام وحمدي؟ ان ده حاجه تانية خالص. امام المفروض ان هو بول كارير، بيشيل بياخد الكرة وبيتحرك بالكرة بينقل الكرة، بيحرك الملعب، بيشوط من بره. كل الكلام ده مش عند حمدي فتحي، او كل الكلام ده اسف مش عند حمدي فتحي. ان حمدي فتحي كان بيبقى تواجده كمهاجم تاني في الصندوق، ان هو بياخد عيون السيرد باكين او بياخد عيون الباكات عامه او الجون او ايا كان، فكان بيأثر جامد جدا في الهجوم. لا امام عاشور حاجه تانية.
ايه مشكله امام عاشور اللي جنبه في نص الملعب برضو؟ ان الكواليتي اللي جنبه في نص الملعب مش مساعداه. اليو ديانج صعب جدا بجد، يعني صعب جدا، مش قادر افهم دماغه. يعني في اتنين كده في الفرقه انا مش قادر افهم دماغهم حرفيا، او ثلاثه، هو طاهر وعبد القادر واليو ديانج. اليو ديانج بجد انا مش بفهم هو بيعمل ايه ساعات في كور كتيره قوي. وانا عامه شايف اليو ديانج مكانه المناسب في الفتره اللي هو فيها، ان هو يلعب 6 او يعني احنا نلعب باتنين 6 وواحد 8 قدامهم، او اللي هو نقلبها بقى بخطه 4 2 3 1 اللي هي اللي كنا بنلعب بيها زمان. لان اليو ديانج فعلا مش مديني الكواليتي اللي انا عايزه. مش بيعرف يكمل قدام، مش بيعرف يعني بيجي له حاجات كده بيهنج في الكوره، فما بيلعبش الكوره زي ما احنا عايزين. بيطول في الكوره، استلاماته وحشه جدا جدا جدا، باصاته وحشه، بيظهر متاخر جدا للي جنبه. فبالتالي انت لما بتلعب مثلا بواحد زي امام عاشور، فبيجي امام عاشور يقعد يدور يمين وشمال، فيضطر يرجع يستلم بنفسه من ورا عشان يلعب الكره الطويله. فبالتالي اللي بيبقى مين قدام، ديانج هو اللي بيقلب، بيبقى العشرة التانية اللي قدام اللي هو بيقلب بقى مهاجم بدل حمدي فتحي. فهو ما عندوش الكواليتي بتاعت حمدي فتحي، الفكر بتاع حمدي فتحي. ذكائه صعب جدا، بساطته متاخره جدا 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 جدا. الحاجه الوحيده اللي انا بستفاد بيها من اليو ديانج ان هو بدنيا واقف لي 90 دقيقه على رجله، زي ما بيبدا الماتش زي ما بينهي الماتش. بس انا مش كل حاجه بدنيه. هي دي مشكله طاهر، محمد طاهر. واللي انا نفسي اسال كولر، طاهر يفرق ايه عن اي عن اي واحد اصلا في الدوري، مش هقول في الاهلي. يعني طاهر يفرق ايه ان هو يبدا النهارده والماتش اللي فات عن واحد زي كريم فؤاد؟ طاهر يفرق ايه عن واحد زي كريستو، انا اللي هو ما خدش فرصه خالص، اللي هو لدرجه ان تونس ابتدت تفكر ان هم يتكلموا مع النادي الاهلي، يشوفوا ان الولد يطلع اعاره، لان هم كانوا شايفينه حاجه كده زي ميسي بالنسبه لهم في تونس، وكانوا منتظرين منه ان هو لما هيروح الاهلي هينفجر ويطلع على فرنسا، ولا يطلع على بلجيكا، ولا يطلع على اي حاجه من الدوريات دي. لان الولد موهوب جدا، بس هو ما خدش فرصه خالص. فدي القصه اللي انا مش فاهمها. دي قصدي فكره ان هو كان امام عاشور والفرق بينه وبين كواليتي حمدي فتحي، هو ده اللي كان بيحصل. حمدي فتحي بقى ما كانش بيطلع بالكره زي امام، اللي هو كان بيقف قدام فيستنى الكره الطوليه. حسين الشحات مستواه السنه دي رجع زي الاول، متذبذب جدا جدا جدا، مش زي السنه اللي فاتت اللي كان واقف على رجله طول السنه. بيرسي تاون نفس الكلام بالظبط. فالفرقه كلها واقعه تقريبا، واقعه بقى، ما تفهمش واقعه بدنيا، وانا شايف ان هي واقعه بدنيا، دي حقيقه. ده طبعا لموسم الاعداد الغريب اللي احنا مش مفهوم ايه اللي حصل فيه. فهو بقى انت هتيجي تلوم مثلا على واحد زي امام. يا امام انت مش بتكمل ليه وبتشوط؟ طب هو انا هرجع اخد الكوره واطلع بيها لقدام تاني؟ طب هو انا هنقل الكوره؟ ما انا لازم. يعني امام النهارده مثلا لما نزل في ماتش الجونه بقى بينزل يستلم من تحت ويطلع يلعب الطوليه، يا يمين يا شمال. تديها لمين؟ تديها يروح اول ما يديها مثلا يمين لواحد زي بيرسي تاو، عبال ما بيرسي تاو يقف على الكوره والاستاذ محمد هاني يطلع له ويلعبوا مش عارف ايه، يكون امام بقى على منطقه الجزاء، هوبا تروح مخطوفه، يروح امام راجع تاني عشان يستلم، وهكذا. فدي قصه ان احنا ضعاف هجوميا عن السنه اللي فاتت. احنا ما عندناش مهاجم في اي، سواء السنه اللي فاتت ولا السنه دي، بس كان حمدي فتحي بيعمل لي الفكره، القوه البدنيه، ان هو يقدر يخبط، يقدر يطلع بدماغه، يقدر يحجز على كورته. ما كانش بيعرف يلعب كوره ان هو زي امام يجيب يمين في شمال، يرقص، يشوط، الكلام ده كله ما كانش عند حمدي فتحي. فهو دي الفكره. انا بقى بالنسبه لي كمدرب، انا دلوقتي المفروض الكواليتي اتغير معايا. يعني انا بقى معايا واحد زي امام عاشور، ما اخدش بقى الحلو من امام عاشور واغير الفكر بتاع اللعبه. يعني مش لازم يبقى في مهاجم تاني، هو لا، كولر انا هضغط يبقى في مهاجم تاني، سواء قفشه سواء ديانج. كل مره في ماتش بيبقى واحد شكل. المفروض ان النهارده كان كريم نيدفيد يعملها، عملها، طلع في كوره كده وحطها بدماغه، كانت برضو مكمل في الكوره، واتلعبت الكوره عرضيه من حسين الشحات مكمل فيها بدماغه. فالفكره بالنسبه لي ان هو المدرب لازم يتسأل. هو انت دلوقتي لما جالك امام عاشور، هل انت كنت عارف ان امام عاشور ده بيعمل ايه؟ اكيد عارف طبعا يعني. بس طب ليه ما غيرتش بقى الفكر بتاعنا؟ ليه ما غيرتش فكره ان لازم يبقى في واحد جنب كهربا، لازم يبقى في واحد جنب موديست؟ ولا طب ما اعمل بقى كات انسايد بالباكات، ودخل الباكات جوه، وخلي الوينجات الاثنين العب باثنين مهاجمين والاثنين يفتحوا بدل الباكات. هتلخبط عادي الديفنس عادي خالص. يعني مليون تكتيك ممكن يتعمل في الهجوم، وانت
النادي الاهلي، يعني تقدر تعمل اي تكتيك على اي فرقه في مصر. فدي حاجات غريبه جدا. نرجع بقى لحاجات قبل كده. انا رامي ربيعه، انا بالنسبه لي هو النهارده لعب ماتش كويس جدا جدا، ويمكن كان مميز عن ياسر ابراهيم كمان. بس انا بالنسبه لي رامي ربيعه من اسوأ الكواليتي اللي شفتها في مدافع في مصر في الفتره كمان الاخيره. يعني يمكن هو كان زمان كويس جدا وكنت بحبه وبشوفه وعنده جرينتا وروح وبيحب التيشيرت ومش عارف ايه. فانا هل مفيش ولا واحد يعني مع معتز محمد اللي شفناه قبل كده مع الاهلي، هل مثلا ده مش ما يصلحش ان هو يلعب في ماتشات جنب محمد عبد المنعم، ان هو يتجرب بدل اللي انا قاعد بجربهم دول في مليون مركز؟ مثلا انا شفت ياسر ابراهيم بيقعد 3 4 و5 ماتشات لرامي ربيعه، فانا مش فاهم فكره كولر. برضو نفسي اساله يعني على رامي ربيعه. ياسر انا بالنسبه لي ياسر حاجه في ميزه حلوه قوي. يعني ياسر تحس ان انت ايه، عارف انت هتاخد منه ايه. يعني ياسر بساطه على قده تمام انا عارف، بس ياسر مدافع كويس. يعني انا ياسر بالنسبه لي مدافع كويس. نفعني الماتش اللي فات، نفعني جدا، لان احنا متعودين نطلع ياسر بيعرف يطلع في الكوره العرضيه، طلع حط الكوره برجله بطريقه شيك، لان هو في سنه كده فهم كوره، عكس رامي ربيعه اللي بحسه ساعات بيشيل دماغه. انا مليون ماتش مثلا من الماتشات اللي فاتت رامي ربيعه، انا يلا انا هلعب الكره الطوليه. يا ابني والله العظيم انت ما بتعرفش تلعب كره طوليه وما بتعرفش تلعب كره طوليه، روح جاي لعب الكره الطوليه. لو حد مركز في ماتشات الاهلي اللي فات يعني يبقى جنبه عبد المنعم وهو اللي يلعب الكره الطوليه، لان كل الفرق اللي اكيد فاهمه الاهلي انا دلوقتي بقفل على رامي ربيعه، انا دلوقتي بقفل على محمد عبد المنعم. ليه؟ عشان ما العبش الكره الطوليه. زي ما برضو كل الفرق قرياني ان انا بسلم لمروان عطيه عشان مروان عطيه يطلع بالكوره، بس هو للاسف مروان عطيه مش لاقي حد يطلع عليه على الكوره. هو غلط في ماتش سان داونز وهو اللي لبسنا الجون، ماشي تمام مفيش مشكله، لان هو دماغه مش فيه. هو ده بقى الفكره، ان هو انت المفروض تقعد دك. بس انا بالنسبه لي كل الفرق تضغط على عبد المنعم ويزنق رامي ربيعه، يروح رامي ربيعه لعب الطوليه. والله العظيم في ماتش من الماتشات اللي فاتت مش فاكر كان ماتش المقاولين ولا ايه، رامي ربيعه لعب 8 كور طوليه كلهم غلط، كلهم غلط، حتى اللي على الاطراف، حتى اللي الوينجات بتوعتنا. القصه بقى اللي بعد كده عن احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، هو مفيش يعني انا متاكد والله العظيم 3 ان انا لو حتى ايه يعني مش عارف، لو جبنا اي لعيب بره يلعب الادوار دي هلعبها احسن منه. واحد زي احمد عبد القادر ده كواليتي محترم جدا كلاعب كوره، بس انا بالنسبه لي انا نفس فكره صلاح محسن، نفس فكره صالح جمعه، مع اختلاف كل واحد ايه مشكلته. اللي هو ايه، انا عقليتي ضايعه، عقليه ضايعه، انا لازم ارقص، لازم احمد عبد القادر انا لازم ارقص واعمل اللي ما يتعملش في الكوره عشان يقولوا عليا كابتن ماجد. ما بلعبش السهل، لا انا ما بلعب. انا ممكن ارقص المدافع وباصي مثلا، رقصت مره وباصي، لا مش هينفع، لا مش هرقص وباصي، هرقصه تاني. ف بأسوأ من أسوأ لأسوأ من أسوأ لأسوأ. نرجع بقى لطاهر محمد طاهر، اللي انا بجد علامه استفهام. انا مش فاهم هو كولر بيلعبوا ليه، والله العظيم ما عارف. انا مش عارف هل بدنيا يعني ممكن ما اعرفش، ممكن يكون واقف هو بيقف على رجله بدنيا تمام، ممكن ما فيش مشكله. غير كده انا ما لا يصلح للعب كره القدم. والله العظيم بيعمل حاجات، ومش في الاهلي كمان، ده بيعمل حاجات كارثيه. دي دماغ بقى، دي حاجات دماغ. يعني انا مثلا ممكن العب الكره مثلا من ورا المدافع، لا انا هرجع والعبها لورا، بوظت الهجمه كامله. انا مش هقول بقى على القرف اللي هو لما بيحتفظ بالكرة اصلا وفاكر نفسه لعيب وبيخش بين 3 و4 لعيبه. فانا في مليون الف حاجه نفسي اسال كولر فيها. انا اسف ان انا طولت عليكم في الفيديو ده، بس احنا عندنا كمان شهر كاس عالم للانديه. كولر محتاج يقف مع نفسه وقفه كبيره جدا جدا جدا. كولر اللي كنا بنضرب بيه المثل في التكتيكس بتاعته وتغييراته اللي هي بقت متاخره. يمكن النهارده لما حس ان الماتش هيهرب منه نزل اول تغييرين ديانج وامام عاشور بدري. فيعني اتمنى الفيديو ده يكون يعجبكم، وهحاول بعد كده اعمل فيديوهات بعد الماتشات على طول. بس انا فعلا كنت يعني متضايق من كتر الماتش النهارده، ومن الفتره اللي فاتت، ومن الماتشات اللي فاتت كلها. ضاع مننا سوبر افريقيا، ضاع مننا دوري السوبر الافريقي، عندنا كاس عالم للانديه خلاص كمان شهر، الدوري اهو ماشيين يمكن عشان المستوى الفرق اللي في الدوري. فانا مش عارف بعد كده هتوصل لفين، واتمنى يعني نقدر نعمل حاجه الفتره الجايه، واتمنى في التوقف الدولي اللي جاي مع المنتخب كولر يعيد حساباته ويركز ويعرف مين اساسي ومين احتياطي، مين يستحق يلعب ومين ما يستحقش يلعب، لحد حتى على الاقل يناير، لحد ما نقدر نشوف هنعمل ايه في المراكز اللي ناقصه عندنا دي، حتى يعني ما نقف على رجلينا.
شكرا، وانا اسف ان انا طولت عليكم، واتمنى الفيديو ده يعجبكم، وشكرا. ولو في حد عنده كومنت او حاجه يا ريت يقوله لي، بحيث ان انا اعرف اتكلم في التاكتكس او في الفيديو نفسه او في اي حاجه. شكرا، سلام عليكم.